في الأول الحمد لله طبعا نادي الزمالك وصل النقطة العشرة وتأهل. برغم اختلافه مع كابتن معتمد جمال في التشكيل اللي بدأ بيه، وبالذات إصراره على سيف الدين الجزيري إنه بيلعب مع إن هو مش شايف قدامه بقاله فترة. والاختراع الجديد عمله لنا ناصر منسي بيلعب وينج شمال أو مهاجم شمال، وهو أبدا ما ينفعش يلعب في المركز ده، لان ناصر منسي مش اولا مش لعيب سريع، ثانيا مش قوي في موقف واحد على واحد، ثالثا ما ينفعش يلعب في المركز ده، عمره ما لعبه قبل كده. ناصر منسي هو مهاجم صندوق، تحطه جوه الصندوق يعرف يتحرك، وشفناه بعد ما طلع سيف الدين الجزيري لما اتحط في مركزه اتحسن. والكارثه الثانيه اللي عملها الكابتن معتمد جمال في الماتش هي التغييرات الشوط الثاني حاجه مش ممكن، قمه العشوائيه. سحب كل المهاجمين وبتدافع، وكنت هتركب الفريق علينا في اخر الماتش. بس برضه نرجع نقول في الاول في الاخر الحمد لله، احنا شايفين النادي الاهلي اهو لسه ما ضمنش الصعود، وفيوتشر اهو برضه ما ضمنش الصعود، ومش عارفين اذا كان هيصعد ولا لا اصلا. ونادي بيراميدز شكله كده كده هيودع البطوله الافريقيه وانك تتاهل بعد 4 ماتشات بس، فده شيء ايجابي ويحسب للكابتن معتمد جمال طبعا. انك انت في خلال 4 ماتشات ضمنت التاهل، مفيش حد في افريقيا ضمن التاهل غير الزمالك واتحاد العاصمه مثلا. فده شيء يحسب لكابتن معتمد جمال طبعا، شيء ايجابي جدا. في ظل برضه ان نادي الكره الافريقيه عامه في اخر سنين بتشهد حاله من العشوائيه غريبه. النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا في اخر 4 سنين، كل سنه بيتاهل بالعافيه، كل سنه بيستنى اخر ماتش او اخر ماتشين عشان يحسم تاهله. فده انجاز لنادي الزمالك طبعا.